السلام عليكم. انا متحمس جدا ومليش مزاج اعمل لك مقدمه، فتعالى اوريك حاجه جامده جدا. ومن شكل الكرتونه يا جماعه هتعرف ان الساعه دي شكلها تحفه قوي. طبعا بيجي منها لونين، اللون السيلفر ده او الجولدن، مكتوب هنا جولدن، واللون البلاك اللي هو اللون الاسود. وطبعا دي ساعه بشريحه، فبتدعم معاك بقى كل منصات او كل برامج السوشيال ميديا. خلينا بقى نفتح الكرتونه كده مع بعض، نسمي الله. وبنفتح بنلاقي يوزر مانوال، بنلاقي شاحن ماجنتيك 2 بن بالشكل ده، وبنلاقي المفتاح اللي بنفتح بيه مكان الشريحه، المكان اللي بتركب فيه الشريحه. وبنلاقي استراب مقاس 22، شكله مقاس 22 عشان الناس اللي بتدور على استرابات. شكله جامد جدا، لونه كده اوف وايت مدي على رصاصي كده. شكل الاستراب حلو قوي قوي قوي. ودي بقى الساعه بقى اللي شكلها وهم يا جماعه، شكلها تحفه. خلينا انور لك الشاشه كده. بص الساعه شكلها تحفه التحفه. بص كده، بسم الله ما شاء الله، حاجه في منتهى الجمال. عندك هنا السبيكر، المكان اللي بيركب فيه الشريحه، وعندك هنا الحته بقى البارزه اللي في اليمين دي. هنا الكاميرا طبعا كاتبين لك هنا لايكا، هي اللايكا ولا حاجه يا جماعه. عندك هنا الكاميرا، وعندك هنا زرار وزرار تحتيه، وعندك الظهر كده. هي الساعه عريضه شويه، فيها السنسورز وفيها 4 بنز عشان لو عايز تجيب وصله توصلها بالكمبيوتر. ونركب الشريحه بقى يا جماعه، بسم الله كده. تركب بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبرده بشكل كده بسيط كده بالراحه كده، واحده واحده عشان الخط ما يتحركش من مكانه. وكده ركبنا الشريحه. وعشان تركب الشريحه وتشتغل لازم تقفل الساعه وتفتحها وانت لابسها في ايدك. شكلها حلو وشكلها تحفه جدا. وعايز اقول لك كمان ان الساعه دي ضد الميه بمعيار اي بي 67. ولكن خلي بالك، نصيحتي الاخويه ليك، بلاش موضوع الميه. على قد العرق عادي، على قد شويه ميه شتاء، على قد وانت بتغسل ايدك من بعيد برضو بلاش ضغط ميه. دي ساعه بشريحه، دي ساعه بشريحه. ما تنساش ان في مكان شريحه بيطلع وبيدخل كل شويه، وفي جوان اي بي 67. بس بلاش غمر في الميه اطلاقا. ودي نصيحه مني ليك لو عايز تحافظ على الساعه دي لو اشتريتها. شاشه اموليد يا جماعه بحجم 2.4 من 10 انش. حجم الشاشه كبير جدا، بالوان وانيميتد خطير. عندك خلفيات، بص كده، شاشه اموليد يعني. عندك خلفيات، بص كل ما تجيب خلفيه تفهم او تشوف كده نظرتك للساعه حابب تبص فيها. شاشه اموليد بالوان محترمه، بريزوليوشن كويس جدا. الريزوليوشن بتاعها 448 في 368، وده ريزوليوشن حلو جدا. طبعا بتغير معاك بقى اشكال والوان. والجميل هنا يا جماعه لما تخش كده على التطبيقات، بص التاتش سريع جدا يا جماعه جدا. حتى لما تكبر الايقونات، خلينا كده نكبر مع بعض الايقونات الى اقصى درجه. بص كده لما كبرنا الايقونات حتى كده مفيش بكسله، الخط مقروء، الخط العربي مقروء. بص كده كل الايقونات واضحه، الالوان كلها ما شاء الله واضحه. فشاشه رهيبه بصراحه. من احسن الحاجات والمميزات اللي موجوده في الساعه دي هي الشاشه. وحابب اوضح لك نقطه، ان الساعه فيها خلفيات يا جماعه كتيره جدا، تقدر تنزلها طبعا خلفيات، ولكن فيها خلفيات كتيره كتيره جدا. كل دي خلفيات موجوده على الساعه. ولو تحت اي خلفيه كده تقدر تدوس تغير الالوان. كل الخلفيات فيها انيميتد خطير بصراحه، حاجه كويسه جدا. ولما بتسحب بقى من فوق كده هتلاقي الساعه عندك بتدعم، طبعا بتدعم تركيب شريحه زي ما قلت لك 4G. عندك بقى الواي فاي، تدعم اي تقنيه واي فاي. حتى لو الواي فاي مخفي، ما كنا بنشوف ده في الساعات الصيني ان انت ما بتقدرش تضيف شبكه واي فاي، لازم تظهرها. لكن هنا لا، تقدر تضيف شبكه واي فاي. وعندك البيانات عشان اللي بيسال على بيانات. وعندك الساعه بتدعم البلوتوث، تقدر تربط عليها ايربودز كانها موبايل يا جماعه. عندك كمان تعمل وضع الطيران. عندك هنا توفير الاضاءه. كل حاجه كل حاجه زي ما انت شايف. اريا معايا الشبكه فودافون اهيت، وجايبه 5 شرط ما شاء الله. هي بتدعم ال 4G. وفي موضوع الاتصالات ده هي جامده جدا بصراحه. وزي ما قلت لك الساعه زيها زي الموبايل يا جماعه، يعني تقدر تتصل على اي حد انت عايزه، اي رقم، تمام، او تخش على جهات الاتصال يعني تسجل اي رقم انت عايزه على الساعه. دي حاجه من الحاجات الكويسه جدا. وتعالوا مع بعض نسمع صوت الساعه بما اننا اتكلمنا على المكالمات. خلينا الاول نسمع صوت الساعه كده، نفتح اليوتيوب ونسمع صوت الساعه، او نسمع صوت السبيكر الاول. كل شيء يرضي. بسم الله يرقيك بالكل. صراحه صوت السبيكر عالي ونقي جدا. وتعالوا بينا يا جماعه نجرب نعمل مكالمه مع بعض. سامعين يا جماعه صوت الرنه؟ صوت الرنه جامد جدا، عالي بصراحه. الو الو. يا طاطا، ايه يا حمد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله والله بخير، انت عامل ايه؟ الحمد لله. سامعني كويس؟ انا سامعك كويس. انت نايم ولا ايه؟ لا والله عادي. مش هتتسحر؟ لا اتصحى. صوتي عندك كويس؟ اه واضح اوي. واضح يعني؟ مش ما في يعني كاني بتكلم من موبايل؟ اه. طيب ماشي، انا بجرب ساعه بس يا حبيبي. زي ما احنا شايفين يا جماعه كده، عندنا كمان هنا ممكن نسجل مكالمات.
بصوا كده نديله سماح هنا كده في تسجيل مكالمات برضو، فدي حاجه كويسه جدا يا جماعه بصراحه. الجزء البارز ده بقى عندك فيه هنا الكاميرا اللي جودتها 7 ميجا بكسل. طبعا 7 ميجا بكسل مش رقم، ولكن ده في ساعه ذكيه رقم. معظم الساعات اللي كانت قبل كده كانت 5 ميجا بكسل. ادائها حلو في الاضاءه العاليه، لكن في الاضاءه طبعا المنخفضه مش هتلاقي اداء الكاميرا حلو معاك. وتقدر تستخدمها في التصوير عادي جدا، احنا زي ما احنا شايفين كده نصور بيها في اي وضع وفي اي شكل، ونقدر نصور كمان فيديو. وتقدر تستخدمها كمان فيديو كول. الساعه هنا بتدعم الفيديو كول سواء بقى على الماسنجر او الواتساب او اي برنامج من برامج السوشيال ميديا. عندك تيك توك بقى، وعندك اليوتيوب، الفيسبوك، الماسنجر، الواتساب، كل البرامج بتاعت السوشيال ميديا تقدر تنزلها، وهنتكلم على الموضوع ده دلوقتي. والصور اللي انت شايفها قدامك دي متصوره بالكاميرا بتاعت الساعه، جودتها في الاضاءه العاليه حلوه جدا، ما زعلتنيش خالص، واقدر اعتمد عليها في الحاجات الخفيفه. الساعه فيها الاوضاع الطبيه زي ضغط الدم والاكسجين في الدم وقياس الخطوات وحرق السعرات لو انت بتلعب رياضه. بطاريه عملاقه 980 ملي امبير، وده رقم ضخم جدا، ولكن احنا عارفين المعادله. بطاريه حلوه او كبيره او حجمها كبير من غير معالج كويس ينظم الجهد، هتلاقي استنزاف طاقه ومش هتلاقي البطاريه تقعد معاك فتره طويله. عشان كده الساعه دي جايه بمعالج، وده اهم حاجه في الموضوع. الساعه جايه بمعالج كواد كور، واسمه ظاهر قدامك على الشاشه لو عايز تبحث عنه، وهسيب لك لينك الموقع بتاع المعالج او مصنع المعالج عشان لو عايز تعرف تفاصيله الكامله. في جي بي يو وعدد انويه، في كل حاجه. معالج محترم بينعكس على اداء الساعه وبينعكس على اداء البطاريه. البطاريه بتقعد معاك من يومين ل3 ايام. ان ساعه بشريحه تقعد معاك من يومين ل3 ايام، ده رقم حلو جدا. ولكن طبعا في استخدام الانترنت زيها زي الموبايل، الانترنت الواي فاي او الداتا بيستهلك اكبر كم من الطاقه في اي حاجه، سواء موبايل او سمارت ووتش او كمبيوتر او اي حاجه. الساعه جايه باندرويد 8.1. اصدار الاندرويد ده قديم شويه، اتمنى ينزلوا سوفت وير جديد او تحديث يحدث الاندرويد. ولكن هي بتشغل معاك كل التطبيقات، سواء اليوتيوب او الانستجرام، عندك الفيسبوك، الماسنجر، واتساب، كل البرامج الخفيفه اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها موجوده في جوجل بلاي عادي. بيشغل جوجل بلاي زيها زي اي موبايل. الساعه جايه بذاكره تخزين 16 جيجا ورامات 2 جيجا، وده رقم حلو يا جماعه. اهم حاجه بالنسبه لي ان الرامات 2 جيجا يبقى 2 جيجا، ذاكره 16 جيجا يبقى ذاكره 16 جيجا. مش زي ساعات تانية تديني ذاكره 128 جيجا، حط عليها شويه ميوزك على فيديوهين يقول لك الذاكره ممتلئه. كده اصلا مفيش ذاكره 128 جيجا، هو مجرد السوفت وير قريها. ولكن دي 16 جيجا، 16 جيجا رام 2 رام 2. وفيها جي بي اس طبعا، تقدر تعمل تراكنج لاي حد لابس الساعه في ايده. ممكن توصل، يعني لو هي مع ابنك مثلا، توصل البرنامج بتاعها اللي ظاهر قدامك على الشاشه ده، وهنبقى في فيديو كده هنوضح ازاي نشغل البرنامج. توصل الساعه بالبرنامج وتعرف تحركات ابنك طول ما هو لابس الساعه ومشغل داتا طبعا، او مشغل انترنت على الساعه، تعرف تحركات تروح فين جايه منين بكل سلاسه وبكل سهوله. اما سعر الساعه، فالساعه موجوده على موقع علي اكسبريس لو انت في اي دوله عربيه. لها اسعار مختلفه من اول 4000 جنيه كده وانت طالع. سعر كبير الى حد ما، يعني 4000 جنيه بالمصري، تمام، سعر كبير الى حد ما. ولكن طبعا اتش ستور وفر منها كميه. هتلاقوا رقم الواتساب بتاعهم في اول تعليق، فريق المبيعات هتكلمهم هيقول لك سعرها. انا مش هقدر اقول لك سعر طبعا في الفيديو لان السعر متغير. الساعات دي يا جماعه، اول حاجه لما اقولها في وقتها، انا عامل فيديو ده مثلا، لو عدى على الفيديو 3 شهور وانت بتسمع الفيديو ممكن تلاقي سعر تاني خالص، فتقول ان انا مثلا ببالغ. انت ما شفتش وقت الفيديو او وقت تصوير الفيديو، فكل وقت وليه سعر معين. المهم انا سايب لك الرقم تحت في التعليقات او لينك الواتساب بتاعهم تحت في التعليقات، والصفحه هتلاقيها برده في وصف الفيديو. اما بالنسبه لرايي وتقييمي للساعه، فانا من الاخر كده الساعات اللي بشريحه بشوفها حاجه اضافيه، عمري ما هعتمد عليها كحاجه رئيسيه. يعني مش هيبقى معايا موبايل مثلا واروح اعمل كل حاجه بالساعه، اعتمد عليها كموبايل اساسي. الساعه عمرها ما هتديك اداء زي الموبايل، لو مش علشان الامكانيات البسيطه اللي فيها، وان الموبايلات طبعا فرق بينها وبين الموبايلات كتير، هيبقى علشان حجم البورده بتاعها الصغير، ان هي بتسخن، التهويه بتاعتها، الامكانيات القديمه شويه. هي دي الساعات. انا مش هقدر احط لك امكانيات اكتر من كده في جزء صغير كده. فعشان كده بقول لك الساعه ادائها بالنسبه لسعرها حلو جدا. مدياك شاشه محترمه، بطاريه كويسه، صوت كويس في المكالمات، معالج بيديني اداء مقبول، مش بسرعه الموبايل طبعا. ولكن هي ساعه اقدر اديها لابني يروح بيها المدرسه، اقدر انا استخدمها لو انا في الجيش او داخل مكان ممنوع فيه الموبايلات، برضو حاجه كده اضافيه معايا. ولكن ما اقدرش اعتمد عليها بنسبه 100% كموبايل رئيسي. خلينا متفقين على النقطه دي. اشوفكم بقى في فيديو جديد. انا هنا خلصت الفيديو. طبعا لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناه وعلق، علشان برضو هنختار من التعليقات شخص نكسبه جايزه باذن الله. يعني لما الفيديو يوصل 25000 مشاهده، عشان الناس ما تاخدش الكلام مش هيجيب 500 مشاهده واروح اكسب جايزه، ده مش منطقي. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.